بعد يوم واحد فقط من وقف أحمد شوبير عن برنامجه إقالة أحمد حسام ميدو. بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر وقف برنامج الريموتادا على قناة المحور اللي بيقدمه أحمد حسام المعروف بميدو، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر. ولكن يسرا الليسي زوجة ميدو نفت الخبر ده في بعض التصريحات، وقالت إن زوجها مستمر عادي في شهوره على قناة المحور، وإن كل اللي بيتقال عن وقف البرنامج ده إشاعات. بعد ساعات من نفي الزوجة للخبر، أكدت مصادر إنه بالفعل مش إشاعة، وإنه خبر حقيقي ولكن بشكل مفاجئ، والقناة وقفته عن البرنامج بالتراضي. القرار ده جه بعد ساعات قليلة من قرار إنهاء التعاقد مع الكابتن أحمد شوبير، وإن الشركة المتحدة قررت تنهي الفوضى اللي حصلت في المجال الرياضي، لأن في سياسات الشركة ملتزم بيها، وحسب الإجراء والقوانين إن ممنوع التعدي على احترام المواطن اللي بينتظر الحقيقة كاملة وبصفة حيادية، وإن أي إعلامي هيتعدى السياسات هيتم ردعه أو التعامل معاه.